عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد في محاضرة رقم 26 من دورة أنت رائد أعمال بعنوان Client Building with Business Model Canvas. زي ما شرحنا المحاضرات اللي فاتت إن في 3 مخرجات أو 3 أو 3 outputs من البيزنس موديل كانفاس. كان أولهم الكلاينت بيلدينج، إزاي إن إحنا نبني عميل أو يبقى في استراتيجي كده، إزاي إن أنا أصلا هجيب ناس تشتري المنتج أو الخدمة اللي أنا بقدمه. معاكم عبد الله الوكيل، واحنا كل يوم خميس 9 مساء في محاضرة جديدة من دورة انت رائد اعمال. طيب بنكمل رحلتنا. طبعا زي ما احنا عارفين البيزنس موديل كانفاس في المحور الخاص بالكلاينت بيلدينج كنا بدأناه المحاضرة اللي فاتت، وخدنا الفرق بين كلمة كاستمر وكلاينت. لو تفتكروا قلنا ان الكاستمر دي قابلناها في الكاستمر سيجمنتس او شرائح العملاء، والكلاينت قابلناها في التوك اللي احنا هنتكلم فيه اللي هو الكلاينت بيلدينج. وقلنا الفرق باختصار جدا ان كاستمر سيجمنتس ان انا بحدد الشريحه اللي انا بستهدفها. نفترض ان انا هحدد الطلاب على مستوى الجامعات المصريه في كل التخصصات، فدول 6 مليون شخص. طب الكلاينت بيلدينج ازاي ان انا احاول استهدف او اخلي 10,000 او 100,000 من ال6 مليون دول خلال اول مثلا 6 شهور او اول سنه يكونوا عملاء عندي وعملاء بشكل مستمر. فده كان الفرق بين الكاستمر والكلاينت، شرحناه بالتفصيل في المحاضره اللي فاتت. هنبدأ النهاردة بعد ما فهمنا يعني ايه اصلا كلاينت بيلدينج ان احنا نشوف ازاي البيزنس موديل كانفاس بيساعدنا بصورة غير مباشرة ان احنا نعمل كلاينت بيلدينج. طيب تعالوا نشوف البلوكس دي. 3 بلوكس احنا قلنا عليهم البلوكس الخاصة بالكلاينت بيلدينج في البيزنس موديل كانفاس. كانت بتتكون من الكاستمر سيجمنتس والفاليو بروبوزيشن وحاجة اسمها تشانلز وحاجة اسمها كاستمر ريليشن شيبس. طيب رغم بساطة تاني البيزنس موديل كانفاس إلا إن المعاني أو الحاجات اللي بصورة غير مباشرة بنقدر نستخلصها منه كبيرة جدا. فإحنا هنشوف النهاردة إزاي إن إحنا هنطوع ال4 بلوكس دول اللي إحنا ممكن أصلا نكون مالينهم قبل كده لفكرة إن هما دول هيساعدونا عشان نعمل كلاينت بيلدينج. طيب هنغطيها إزاي؟ هنغطيها والله ب3 استراتيجيز رئيسية. أول استراتيجي وهي بتربط بين الكاستمر سيجمنت الشريحة المستهدفة والفاليو بروبوزيشن القيمة اللي أنا هقدمها بحاجة احنا خدناها قبل كده اسمها البرودكت ماركت فيت. يبقى أول استراتيجي اسمها البرودكت ماركت فيت. يعني ايه برودكت ماركت فيت؟ ازاي ان الحاجة اللي أنا هقدمها الهدية دي يكون فعلا ان الكاستمر عايزها، فده هنشرحه النهاردة بالتفصيل. يبقى أول حاجة أول استراتيجي هي البرودكت ماركت فيت. هعمل حاجة أنا ضامن إن في ناس عايزاها أصلا وعايزاها بالشكل ده. طيب تاني استراتيجي، طيب انا خلاص عملت الحاجة، المفروض ان انا اوصل المنتج او الخدمة بتاعتي دي للعميل او للكاستمر اللي انا هتارجته. فبالتالي هيبقى الاستراتيجي التانية وهي فكرة التشانلز، ازاي هوصل الفاليو اللي هي منتج او خدمة للكاستمر بتاعي، ازاي هيعرف عني اصلا. والاستراتيجي التالتة بعد ما عرفني وعرف ان انا بقدم المنتج او الخدمة دي، ازاي هعمل حاجات تخليه ان هو ياخد المنتج والخدمة ان هو يستخدمها فعلا وكمان يبقى عايز يستخدمها باستمرار. فده هيكون في الاستراتيجي الثالثة وهي خاصة بالكاستمر ريليشن شيبس، ان انا ببني علاقات مع الكاستمر بتاعي. فدول كده الثلاثة استراتيجيز اللي احنا هنشرحهم بداية من النهاردة وخلال المحاضرتين اللي جايين. فهنبدأ أول حاجة بإيه؟ بالاستراتيجي الأولى وهي البرودكت ماركت فيت. طيب البرودكت ماركت فيت إن أنا زي ما قلنا عندنا كاستمر سيجمنتس وعندنا فاليو بروبوزيشن. الفاليو بروبوزيشن ده البرودكت او السيرفيس اللي انا بقدمه، يعني انا هقدم يا منتج يا خدمه، مفيش حاجه تالته. طيب الكاستمر سيجمنتس الشريحه بتاعتي، الشريحه اللي انا بستهدفها تاخد المنتج او الخدمه دي. طيب اول حاجه بنعملها زي ما قلنا قبل كده، والنهارده المحاضره بتاع النهارده هي تجميعه كده لمجموعه محاضرات شرحناها قبل كده. فالناس اللي جايه بالترتيب للمحاضره النهارده هتلم لكم شويه مفاهيم شرحناها بالتفصيل. طيب فالكاستمر سيجمنت اول حاجه لما جينا نقول كاستمر سيجمنت وهي ان احنا نعمل اصلا كاستمر سيجمنتيشن. يعني ايه كاستمر سيجمنتيشن؟ يعني انا احدد مين بالتحديد، ايوه بالتفصيل، مين الشخص اللي انا هستهدفه. طيب فالشخص اللي انا هستهدفه ده والله انا مستهدف قطاع التعليم بشكل عام، ان انا معايا منتج او الخدمه او المنتج بتاعي عباره عن كورس. تمام، الكورس ده هستهدف بيه طلاب الجامعات المصريه.
طيب هنلاقي كلمة طلاب الجامعات المصرية دي بتشمل 3 حاجات. أول حاجة الديموجرافيك. يعني إيه ديموجرافيك؟ ديموجرافيك دي خاصة بنوع الشخص، يعني مثلا أنا بستهدف السن، الفئة العمرية اللي هي من 18 ل 22 أو 23 سنة. مستهدف الذكور والإناث، يعني الاتنين، والطلاب إن هم يكونوا بشكل أساسي طلاب. هلاقي الحاجة التانية جيوغرافيك. يعني إيه جيوغرافيك؟ المنطقة. أنا قلت في مصر، يعني أنا قلت طلاب الجامعات المصرية، فهم المنطقة اللي أنا مستهدفها مين؟ مصر بس. هل أنا مستهدف دول العالم كلها؟ لأ، أنا عايز أو عامل حاجة مستهدف بس طلاب أو الناس الموجودة في الجامعات المصرية. يبقى الجيوغرافيك المنطقة اللي أنت مستهدفها، ممكن تبقى محافظة بقى، ممكن تبقى مدينة whatever. البيهيفيورال أو السلوك، أو سلوك الناس أو الناس اللي أنا استهدفتها دي، والله هما دول طلاب جامعات مصرية في مرحلة السن من 22، من 18 ل 22. سلوك الناس دي يختلف عن ناس اتخرجت، يختلف عن ناس لسه في المرحلة ما قبل الجامعية. فايه السلوك اللي الناس دي بتتخذه بحيث ان احنا نقدر نعمل الستبس اللي بعد كده. فانا والله انا عارف في الحالة دي ان الطلاب دول بيروحوا الجامعة مشغولين خلال الفترة دي ال4 سنين دول بالكلية، والكلية عادة بتبقى فترة ضغط، بيبقى عندهم أجازة نص السنة والأجازة الكبيرة. ففكرة هنا إن أنا بشوف سلوك الكاستمر ده عامل إزاي. طيب بعد كده بحدد هو أنا هشتغل البيزنس بتاعي حاجة اسمها بي تو بي ولا بي تو سي. يعني إيه بي تو بي ولا بي تو سي؟ البي الأولى دي البيزنس بتاعي، سواء بقى هو هيختلف إن أنا شغال بي تو بي، يعني البيزنس بتاعي هيبقى بشغل مع بيزنس تاني. يعني ايه بيزنس تاني؟ يعني انا شركة او مؤسسة هتعامل مع شركة او مؤسسة تانية، يبقى انا اسمي هنا ايه؟ بي تو بي. ولا انا هشتغل بي تو سي؟ بي الاولى دي يعني البيزنس بتاعي، والسي يعني كونسيومر، مستهلك. فالحل التاني ان انا هشتغل كبزنس اهو، ان انا هستهدف على طول الكونسيومر، هستهدف الطلاب بصورة مباشرة. يبقى انا هنا اسمي بي تو بي، انا بنفسي هقدم الكورس ده للطلاب على طول، مفيش حد في النص. لكن بي تو بي ان انا هشتغل كمؤسسة او كشركة مع مؤسسة او شركة تانية. تمام. طيب الحاجة اللي بعد كده وهي حاجات خاصة بالماركت شوية. ايه الحاجات اللي احنا ذكرناها؟ اول حاجة كان حاجة اسمها ماركت سايز، حجم السوق. يعني ايه حجم السوق؟ والله هنبدأ نشوف الاول ان انا مستهدف طلاب الجامعات المصرية. فطلاب الجامعات المصرية دول عددهم مثلا 6 مليون. كنا قلنا حسبة كده ازاي ان احنا نحسب الماركت سايز، بس انا عايزك دلوقتي حالا بس ان انت تحدد عدد الكاستمرز اللي ممكن يكونوا موجودين في السوق ده، واعتبرها دلوقتي دي الماركت سايز. عايز اعرف عدد الناس، فانا الطلاب دول عددهم 6 مليون. طب انا مثلا ممكن اكون مستهدف طلاب كليات طب في الجامعات المصرية، فدول عددهم مثلا 100,000 200,000 whatever. فالفكرة الماركت سايز هنا اللي هو اعتبره دلوقتي عدد الكاستمرز اللي موجودين. طيب في كلمتين حابب ان احنا نضيفهم، وهي كلمة انت في الماركت ده او في السوق ده نيش ولا ماس. نيش ماركت يعني سوق صغير. شفتوا المثالين اللي انا شرحتهم من شوية؟ هما دول بالظبط. المثال الاول انا قلت طلاب الجامعات المصرية كلها. طلاب الجامعات المصرية 6 مليون، ده يعتبر ماس يعني كبير، ونيش يعني صغير. فالماس، لا والله طلاب الجامعات المصرية ده بالنسبة لطلاب كلية طب فده الماس، وطلاب كلية طب بس ده النيش ماركت. يبقى لو انا مستهدف فئة صغيرة هم عددهم أصلا في مصر كلهم 100,000، فدول نيش ماركت. لكن لو أنا مستهدف سوق كبير فاسمه ماس ماركت. طيب في كلمة كده هنقولها لأول مرة لأنها شهيرة جدا أو مشهورة جدا في ريادة الأعمال، فكرة البلو أوشن، اسمه محيط أزرق. المصطلح ده ممكن تسمعوه كتير في ريادة الأعمال خاصة. يعني إيه بلو أوشن؟ يعني أنا هعمل منتج أو خدمة لناس موجودة محتاجة المنتج أو الخدمة دي، بس مفيش أي حد اشتغل أو قدم المنتج أو الخدمة دي قبلي. وده تقريبا كان حاجة ترندنج قوي في ريادة الأعمال خلال الفترات اللي فاتت. فكرة بقى بداية أو استخدام التكنولوجي بشكل عام في أسواق مختلفة. فبالتالي ده اسمه بلو أوشن. يعني إيه؟ يعني مثلا حاجة زي
طلبات مثلا، بس طبعا كان في جوميا قبلها او whatever، بس هنعتبر الناس دي بدأت ان هي تشتغل او تتارجت ماركت اللي هو يعني مقارنة، هنفترض ان دول اول ناس يشتغلوا في الحتة دي. فالماركت ده في ناس حابة ان هي تشتري حاجاتها اونلاين، بس يعني هيبقى اسهل لهم، بس ما كانش في شركة شغالة في الحتة دي قبل كده. فاذا انا لما هعمل الفكرة دي او هعمل المنتج او الخدمة دي، هكون انا لوحدي، انا رايح كده ايه، في بنسميها في ريادة الاعمال بلو اوشن، يعني هنا لوحدي اصلا، حتة محدش راح لها قبل كده اصلا. طيب فده كده الاول شوية تعريفات مهم ان انا افسرها لتحديد الكاستمر سيجمنت للفئة اللي انا هستهدفها. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بنعمل حاجة اسمها كاستمر بروفايل. انا خلاص استهدفت طلاب الجامعات المصرية، وهقدم المنتج او الخدمة بتاعتي عبارة عن كورس آه كل الطلاب الجامعات المصرية تقدر تاخده. فهنبدأ نعمل لهم حاجة اسمها كاستمر بروفايل، طبعا شرحناها بالتفصيل، هنقول الملخص بتاعها دلوقتي. الكاستمر بروفايل فيه 3 حاجات رئيسية. الهدف منه طبعا ان انا اكون فاهم بشكل متكامل طلاب الجامعات المصرية مثلا دول، او الطالب ده محتاج ايه بالظبط، افهم دماغه، او محتاج ايه في الكورس او في الكونتنت اللي انا هقدمه ده. فهنشوف 3 حاجات. اول حاجة الجوبز. الجوبز دي الوظيفة. يعني ايه الوظيفة؟ يعني هو هيعمل ايه عشان ياخد الكورس ده بشكل عام. يعني لو اي حد بيقدم كورس، ايه هو الحاجات اللي بيعملها عشان ياخد الكورس ده. طيب فهنفترض مثلا هو هيدفع فلوس، هيروح مكان، هيحجز وقت، فتبدأ تشوف ايه الجوبس المختلفة. طب ايه الحاجات التانية وهي البينز. ايه الحاجات المشاكل اللي بتقابله؟ نقول والله ان هو بيبقى اصلا مضغوط في الدراسة، ان الماديا ما بيبقاش لسه اصلا معاه فلوس and so on. فبالتالي نشوف البينز اللي ممكن تكون بتقابله. واخيرا او الحاجه الثالثه هي الجينز. ايه هي الحاجات اللي هو متوقع ان هو يكسبها من الكورس ده؟ والله هيبدا يدله، او لما ياخد الكورس ده هيبدا يكون عنده خبره مثلا في مجال معين. وايه الحاجات الانكسبكتد اللي ممكن تكون موجوده. طيب يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت كاستمر بروفايل، فهمت بشكل متكامل حاله او ايه الاحتياجات اللي الكاستمر بتاعي عايزها. طيب هنعرف ده ازاي؟ بنعرف من خلال حاجتين قلناهم قبل كده، وهي اول حاجة انترفيوينج. هجيب طالب عايز كورس زي ده واقعد معاه واشوف ايه كل الحاجات اللي هو محتاجها، فده اسمه انترفيوينج فيس تو فيس، يعني هقابله سواء او اونلاين اتس اوكي، بس هعمل ايه؟ انترفيوينج. طيب الحاجة التانية وهي من خلال سيرفيز. يعني ايه سيرفيز؟ يعني هعمل مثلا يعني جوجل فورم كده، واحط فيه الحاجات المختلفة بأسئلة مختلفة، واشوف على اساس كده ابعته لطلاب مختلفين، واشوف كل واحد او اشوف الريسبونسز دي، وعلى اساس كده بناء على الحاجات اللي انا حطيتها في الفورم دي بتشمل بقى البينز والجينز المختلفة، هبدأ ان انا اخد قرار ان انا اعمل حاجة اسمها الفاليو ماب. بعد ما فهمت بشكل متكامل الكاستمر بروفايل، هعمل او هبدأ اصمم الفاليو بتاعي او القيمة بتاعتي. فبناء عليها في 3 حاجات برضو. اولا المنتج او الخدمه اللي انا هقدمها، خلاص الكورس ده تمام. طيب الكورس ده ازاي هيكون في حاجه اسمها البينز ريليفرز. يعني ايه؟ يعني كان في مشاكل للكاستمر ده. طب ازاي ان انا هنا هعمل بينز ريليفرز، او ان انا هشيل المشاكل دي عنه؟ مثلا هو كان عنده ضغط دراسه، فانا هقدم حاجه في الاجازه مثلا. عنده مشكله في المواصلات، فانا هعملها حاجه اونلاين. فبالتالي ايه هي البينز ريليفرز، او ايه الحاجات اللي انا لما هاجي اعمل منتج او الخدمه بتاعتي دي هكون بتلاشى المشاكل دي بالنسبه للكاستمر بتاعي. طيب الحاجه الثالثه والاخيره ان انا جينز كرييتورز. ازاي ان انا هعمل له حاجات، الحاجات دي هتحقق له اللي هو عايزه. انا هقدم الكورس بشكل متكامل، فبالتالي دي حاجه رئيسيه عايزها. هبدا ان انا مثلا حاجات unexpected بالنسبه له، زي ان انا هعمل كورس مترابط، ان المدة مثلا بدل محاضرات ما بتبقى طويلة تبقى مدة صغيرة. فبالتالي أنا هبدأ إن أنا أختصر له بحيث إن أنا أديله الحاجات المفيدة بالظبط. هخلي الموضوع أبلايد أو تطبيق أكتر. فإيه الحاجات الجينز سواء اللي هو بيتوقعها أو اللي مش بيتوقعها. طيب لو أنا عملت ده، حددت كاستمر بروفايل كويس وعملت الفاليو ماب صح بناء على اللي انا فهمته من الكاستمر بروفايل، فاذا انا بكل تاكيد عملت حاجه اسمها البرودكت ماركت فيت.
انا صممت المنتج او الخدمة بتاعتي بناء على الحاجة اللي الكاستمر عايزها بالتفصيل. تمام. طيب بعد ما عملنا ده، مهم جدا او ناقشنا ده قبل كده برضو، ان انا اعمل حاجة اسمها الكومباتيتورز، او ان انا اشوف المنافسين بتوعي. والمنافسين ممكن يكونوا دايركت، دول بصورة غير مباشرة حد بيقدم الكورس ده بالظبط، أو بصورة غير مباشرة حد بيقدم أجزاء مثلا من الكورس ده في حاجات مختلفة. بالتالي ده أو بيقدم الكورس ده مثلا في منطقة قريبة مني. أو expected. يعني إيه expected؟ يعني أنا عملت كورس فيه content معين، والله ممكن ناس تشوف الكونتنت ده وتحاول تعمل حاجة زيه أو أفضل منه، فبالتالي ممكن يكون expected. الكلام أنا بدي المثال بشكل بسيط خالص، حاجة مبسطة، بس هو المعنى إن أنت تفهم بشكل متكامل إزاي إن أنا أطبق كل ده على حاجة واحدة. فأنت المفروض كل ده بتطبقه على الفكرة بتاعتك أو البروجكت بتاعك. طيب بعد ما حددت الكومباتيتورز، ببدأ إن أنا أشوف الكومباتيتيف ادفانتجز بتاعتي، إيه الميزات التنافسية اللي هتبقى عندي مش هتبقى موجودة عند الكومباتيتورز دول. الكومباتيتيف ادفانتجز ممكن تكون حاجة من ثلاثة. أول حاجة الفاليو، يعني أنا عامل قيمة مش موجودة قبل كده، الطريقة مختلفة. تاني حاجة البرايس، إن أنا عامل سعر يعني أفضل من اللي موجود، يعني يا ده يا إما الاتنين. يا إما الحاجة التالتة ريليشن شيبس، أنا عندي في الشغل بتاعي عندي ريليشن شيبس، عندي علاقات قوية تقدر تسرع لي حاجات مختلفة لما أجي أبدأ البيزنس ده. فبالتالي بناء على كل ده، أنا فعلا عملت منتج ده صممته على حسب ما الكاستمر عايز. بدأت أشوف جوانب مختلفة وأحددها بشكل متكامل. فده كده يعتبر إيه؟ ده كده يعتبر هو أول استراتيجي مهم إن إحنا نشتغل عليها في إن إحنا نعمل البرودكت ماركت فيت. الاستراتيجي التانية إن شاء الله هنعيشها المحاضرة الجاية، إزاي إن أنا أوصل الفاليو بتاعتي دي للكاستمر. والاستراتيجي التالتة إن شاء الله تكون المحاضرة اللي بعدها، وهي الكاستمر ريليشن شيبس، إزاي إن أنا أحافظ على العميل أو الكاستمر اللي هيجيلي ده. بس كده المحاضرة إن شاء الله التاسك بتاعها هيكون عبارة عن هو التاسك اللي هيبقى موجود طول محاضرات البيزنس موديل كانفاس. اسمع المحاضرة دي وحاول تشوف إن في حاجات مستفادة، إن في معلومة جديدة، حتى لو المعلومات دي احنا اعتقد النهارده كانت مراجعة على مصطلحات كتير قلناها، لكن حتى لو انت مليت البلوكس دي وجاوبت على الأسئلة دي، حاول تجاوب عليها مرة تانية، لأن دايما تفكيرنا هينمو وهينضج أكتر. فبس كده دي التاسك. إن شاء الله أشوفكم المحاضرة الجاية، والسلام عليكم.